السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعين؟ ام اسلام جات لكم زي العادة يا سادة. عاملة سمك مشوي. طبعا وفرت الزيت، وفرت الردة. انا ضد التبذير، بايو معلش سامحوني. انا ضد التبذير وبحب توفير التوفير. طبعا جبت سمك مكاريلي زي ما انتم شايفينه. هتقولي جايباه جاهز من بره؟ لا ابدا ابدا، جايباه من عند الراجل كده وظبطته وعملته، خليته كده يستاهل الاكل. استنوا بس، يستاهل بقكم. بصوا يا ولاد، استنى بس انا عايزه اوريكم التوفير جميل جميل زبده. بصوا انا عايزه اوريكم بس الطريقه اهي. بصوا التتبيله بتاعته خطيره جميله جدا زي ما انتم شايفين اهو، حاجه كده زي العسل. اهم حاجه نوفر في الزيت. طبعا اللي عايز يشوف الفيديو لايك وشير، دعوه جميله بالخير لمسلم، ويصلي على الحبيب المصطفى ويخش في الفيديو، وباذن الله تعرف كل حركاته وتكاته. ام اسلام بتحب بصوا حبايب قلبي، هنا هنعمل السمك المكاريل مع بعض. كنت نفسي افتحه معاكم بس بصراحه مرات ابني جابته من عند الراجل مفتوح زي ما انتم شايفين كده. غسلته ونقعته بخل وخليته زي الفل وحطه في مصفى، ومش اشكال. المره الجايه جايات كتير نعمله مع بعض. اول حاجه هنعمله بتركتين خطوتين بس. هنا نحط قرن فلفل، ما اجيب السكينه بتاعتي. طبعا هنا طماطم اهيت مع عودين كزبره شبت. الحاجه دي جميله جدا، بتدي ريحه روعه. هنا فلفل رومي اهوت، احمر اخضر براحتك، بس اهم حاجه صلوا على الحبيب المصطفى. وهنا هحط فلفل اللي هو الحار الحامي، ما عندك اطفال ما تحطوش. طماطم اهيت. يلا بس صلوا بينا على الحبيب المصطفى يا ولاد، صلوا بينا على النبي. مش هنحط اي توابل ولا اي بهارات ولا اي منكهات خالص. الملح وكمون، اي حاجه تاني هتغير يعني تحول لنا السمك لحاجه تانيه. زي ما انتم شايفين كده ملح وكمون. طبعا هنحط معلقه توم زي الفل. طبعا التوم اللي انا مفرزاه اهوت، معلقه توم حلوه كده زي ما انتم شايفين. وهننزل بقى بعصير الليمون. اجيب الليمون كده افضل اعصر فيه اهو، ما شاء الله المبارك. اهم حاجه السمك يعني ليمون وكمون، سمك ليمون وكمون زي ما انتم شايفين كده. حبايب قلبي يا رب تكونوا واضحه قدامكم. معلش كاميرا كانت بايد، سامحوني. طبعا على طول مقلي والزيت غالي والمعده ما بقتش تستحمل وقلب حرقنا. فطبعا مشوي منه فيه كده جميل جدا، ما بيحتاجش منك هي معلقتين زيت ويبقى زي الفل معاكي. فطبعا اوفر واحسن بكتير. وادي معلقتين خل كبار اهو زي ما انتم شايفين. فطبعا في الكبه طبعا ما عندكيش كبه، ما حدش يقول ايه لازم كبه، لا الهون بتاع زمان يا ولاد، الهون بتاع زمان اهو. زي الفل زي الفل اهوت، ما شاء الله اللهم بارك. زودتلكم سهل بسيطه ومفيهاش اي تعقيدات يعني. هتشويه في اقل من 10 دقايق. وفي طريقتين هوريها لكم طبعا عشان محدش يقول ليه ومش ليه. هوريها لكم، مش هنجري من بعض، خطوه بخطوه بس. خلينا مع بعض خطوه بخطوه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي حبيبي رسول الله. صلوا على الحبيب يا ولاد، صلوا على الحبيب القلب بيتي. كل يوم عايز، بس زهقنا من الاكلات التقليديه. بصوا حبايب قلبي، عايزه اجيب معلقه اوريها لكم ثواني. اهي بصوا اهي، دي خلطه السمك العاديه خالص اهي، مفيهاش اي افتكاسات. يلا صليتوا بينا على النبي. تعالوا بقى نعمل الخطوه الثانيه. هنجيب طبق كده وهنجيب الخضار اللي هنعمل بيه فلفل رومي، جزر، طماطم، بصل. وهنحط معلقتين من الدقه الجميله دي عشان احنا مش هنحيق التتبيله دي. تتبيله السمك متحيقه. نحط حبه توم زي ما انتم شايفين، دي اللي هنغطي بيها وش السمك. طبعا عايزه تكتري عايزه تقللي براحتك خالص. طبعا انا المفروض الجزر يبقى مبشور، بيبقى شكله احلى واروع بكتير. طبعا زي ما انتم شايفين انا ما لقيتش جزر في السوق، او مرات ابني ما لقيتش، عملت جزر مفرز. عايزه اوريه لكم، قطعته اهو
زي الفل زي الفل. اي حاجه عندك موجوده يا ست الكل في البيت هتبقى زي الفل معاكي. خلينا كده يلا هنبتدي بقى نعمل السلطه بتاعنا مع بعض. يلا حبايب قلبي تعالوا نعمل السلطه مع بعضينا. في ناس ممكن تقول ما عنديش فويل يا ام اسلام، اعملي من غير فويل. ازاي؟ هوريكي. مش ده اللي ماشيه معايا خطوه بخطوه اهو. هنا قطعت الفويل وقطعت ورق الزبده بالمقاسات اللي انا عايزاها اهو زي ما انتم شايفين. طبعا الفويل يبقى فيه ورق زبده، ما ينفعش من غير ورق زبده. هجيب السمكيه كده يا اختي كده افرديها كده ما شاء الله اللهم بارك. لا اله الا الله. شايفين كده حبايب قلبي؟ يا رب تكون الكاميرا موضحه لكم. انا عليت الصاجه على صينيه عشان تشوفوها اهي. طبعا شايفين كده اهو باينه. اول حاجه خطوه هنعملها التتبيله دي عشان تتغلغل جوه السمك. انت قلتي معلقتين زيت يا ام اسلام، وفين؟ هحطهم دلوقتي على الاخر وهوريهم لك اهو. ده بنحيق السمك العادي خالص، تطبيق التحقيقه اللي تعجبك. عايزاه ملح ازيد ملح اقل براحتك خالص اهو. طبعا في طريقتين، في طريقه بنحط الخضار من تحت وفي طريقه بنحط الخضار من فوق. هوريها لكم عشان برضو يبقى انا ايه عملت معاكم الطريقتين. معلش سامحوني انا هلم السمكيه هي. احط خضار من اللي انا عاملاه ده. استني اهو شايفينه. طبعا احنا عاملينه مع بعض اللي هو البصل والطماطم والجزر والفلفل وكل ده. وفي طريقه تانية اهي بتعملي من وش. طبعا انت لو اولادك ما بيحبوش الخلطه اللي فوق دي وبيرموها خساره وتشيلها من تحت. بصوا هنا يا اولاد اهو حاطه هنا من تحت وفوق. بس طبعا دي كلها على حسب امكانياتك. هنعمل ايه يا مسلم؟ هعملها زي المركب كده. صلي يا ولاد على الحبيب المصطفى يا ولاد صلي. هقفل عليها حلو كده. حلوه 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 يا ولاد. ربنا يحل دنياتكم يا رب. انا مستعجله جدا لاني اتاخرت على عمل الغدا والله. يلا ربنا المستعان وباذن الله هخلص باذن الله. شكله جميل جدا 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 جدا. شكل ايه انه طعم وكله باذن الله هيعجبك جدا. طبعا هخلص باقي الكميه كلها وهرجع لكم وانا بقول لكم على الطريقه اللي من غير فويل خالص. بس يا حبيبي عشان ما اطولش عليكم الفيديو بيطول وبقى رخم بصراحه بصراحه. بس اهم حاجه بالله عليكم اللايك والشير ودعوه جميله من خير المسلمين. مش كده يا ولاد؟ التعليق جميل كده مفيش تعليقات سلبيه اهو. بس يا رب اهم حاجه تكون الطريقه سهله عليكم وتعجبكم. بصوا حبايب قلبي اهي زي ما انتم شايفين كده. وهدخلها فرن طبعا على الشبكه. لسه بقى عندي لسه ايه انا نسيت اقول لكم برده عشان لو دخلتها في الفرن يبقى انا عملت اللي عليا. بصوا يا حبايب قلبي معلقه الزيت اهي. طبعا عارفين المكاريلي بينزل زيت بينزل دسم يعني، فمش هنكتر كل سمكيه كده. وفرنا كتير طبعا عن القلي. كنا بنقلب بكميه كبيره من الزيت وفي الاخر بتترمى. تمام. صلوا على النبي يا ولاد. خلص بقى الكميه وارجع لكم. تعالوا نعمل السمك اللي من غير فويل عشان اكيد كلنا منتظرين اللحظه دي. استنى اجيب الفرشه بس. اهم حاجه الفرشه عشان ادهن زيت. استنوا المفروض احضر الفرشه. طب انا هقول لكم صلوا على الحبيب المصطفى يا ولاد بايدك. خليكي زيي انا مش عارفه الفرشه فين. كده حبايب قلبي بصوا. وهجيب السمكيه كده زي الفل زي الفل اهو. زي الفل ولا مش زي الفل كده اهو. وهنعملها زي ما انتم شايفين كده وهتطلع معاكي زي الفل احسن من اي حاجه كمان. يلا صلوا على الحبيب المصطفى يا ولاد. صلوا على الحبيب المصطفى. يعني ما مش هنعقد على نفسنا ولازم فويل ولازم لا مش لازم اي حاجه. كله هيبقى زي الفل من ايديك يا قلبي.
اهم حاجه تاكدي ان التتبيله اتشبعت في السمك كله عشان ما يبقاش دلع بس او عادي زي ما انتوا بتقولوا. شوفوا انتوا بتقولوا ايه عليها، ناقص ملح بيبقى ايه، انا بقول دلع. الله يسامحك يا بابا، الله يسامحك. بص حبيب قلبي، طبعا ايدينا ما شاء الله دي نعمه من ربنا، حاجه كده سكر يعني، مش هنقول ايه لا ايدينا يع، لا ايدينا مش يع، ايدينا زي الفل اهو. في ناس بتقرف من الايادي، البسي جلافز انت يا قلبي واعملي بيه. انا كده النبي عربي يا اختي، النبي عربي اهو زي ما انتوا شايفين. وهتدخليه الفرن برده عادي خالص خالص خالص، ما فيهوش اي افتكاسات، وهيطلع منك زي الفل. فيها ايه بقى؟ فيها ايه بقى؟ زي العسل اهي. ايه اللي حصل؟ يلا هسويه بقى وارجع لكم تاني يا حبيب قلبي. طبعا قلنا على الشبكه فرن سخن جدا، وعلى الشبكه باحلى سمك مشوي اهو. القطنه ما بتكدبش، جمال الجمال يا ولاد، وما شاء الله مستوي زي الفل اهو ما شاء الله. طبعا وفرنا زيت، وفرنا اللهم بارك، استنى بس مرفعه كده، وفرنا الزيت ووفرنا رده، يعني توفير التوفير، وسهل وبسيط جدا جدا وجميل، وفي نفس الوقت حاجه كده سكر بامانه. هتاكلوه كده يا ام اسلام ممكن بعيش، بس احنا عملنا ايه؟ شويه رز صياديه ببصل اهوت زي ما انتم شايفين اهو، غامق غامق وجميل اهو زي ما انتم شايفين، حاجه كده سكر سكر، مفيش رزايه ماسكه في اختها ماشي كده. وعملنا طبق سلطه كله من البيت، بدل الدليفري يا ولاد، بدل الدليفري اهو زي الفل زي الفل. لايك وشير ودعوه جميله بالخير للمسلم لكم بالمثل. يلا باي.